يا محسن، في ايه يا حنان؟ قوم رد على التليفون. سيبيه رن، لما اصحى هبقى اشوف مين. قوم رد يا محسن، لا يكون في مصيبة. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 4 الفجر. اتعدلت في السرير ومسكت الموبايل اللي كان على الكومودينو ورديت. الو محسن باشا، اسف اني بكلمك في وقت متأخر زي ده. ولا يهمك يا كريم، خير في ايه؟ جريمة جديدة يا باشا. ايه اللي حصل؟ شاب في العشرينات اتقتل في شقته. طب تمام، قولي العنوان. خدت منه العنوان وقفلت معاه. بعدها قمت من على السرير، غسلت وشي ولبست ونزلت. لما وصلت هناك لقيت عربيات الشرطة واقفة والعساكر عاملين كردون حوالين العمارة. سألت واحد من العساكر عن الدور اللي فيه الجريمة وعرفت ان الشقة في الدور السادس. ركبت الأسانسير وطلعت، وأول ما خرجت من الكابينة لقيت قدامي كام عسكري وعلى جنب بعض الجيران ملمومين وبيتفرجوا. دخلت الشقة ووقتها سمعت صوت واحد بيقول: بس يا بيه، وبعدها بقى حضراتكوا جيتوا. قربت من اللي بيتكلم، لقيته راجل في الخمسينات لابس جلابية. من هيئته عرفت انه البواب. كان واقف بيتكلم مع كريم اللي اول ما شافني مد ايده سلم عليا وهو بيقول: محسن باشا، الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا كريم بيه. بصيت بعدها للبواب من غير ما اتكلم. كان بيبصلي وهو مخضوض، ومن خضته وسألني بتوتر: هو في حاجة يا بيه؟ طلعت علبة سجاير من جيبي وولعت سجارة، وبعدين لفيت وشي لكريم وقلت له: فين الجثة؟ في الصالة سعادتك. طب وريني مكانها. اتحرك كريم قدامي، وساعتها حطيت ايدي على كتف البواب وقلت له: انت اسمك ايه؟ عمران يا بيه. انت طبعا اللي بلغت، مش كده؟ ايوه يا بيه، هاني اللي بلغت. طب استنى بره يا عمران لحد ما ابعتلك، ويا ريت لو تشوف حد يعمل لي قهوة. اوامرك يا بيه. خرج عمران وبعدها مشيت انا ورا كريم اللي سألني: هو حضرتك تعرف الراجل ده يا باشا؟ وشه مش غريب عليا، حاسس اني شفته قبل كده، بس فين مش فاكر. اتفضل يا فندم. وصلنا للصالة ووقتها لقيت الجثة على الأرض، وجنبه كان الطبيب الشرعي بيفحصها. بصيت على المكان حواليا، كانت كل حاجة مترتبة ترتيب شديد، مفيش حاجة مش في مكانها غير حاجة واحدة بس: طقطوقة أو ترابيزة صغيرة جنب كرسي الأنتريه. كان عليها مفرش وواضح إن كان فوقها حاجة، لكن الحاجة دي ما بقتش موجودة، وده لأن الكرسي التاني كان جنبه نفس الطقطوقة وعليها فازة. سجلت الملاحظة دي في دماغي، وبعدين قعدت على ركبتي جنب الجثة، وبقى الطبيب الشرعي قدامي من الناحية التانية. بصيت على الضحية، كان وشه للأرض وظهره مواجه ليا، وفيه 3 طعنات في الظهر. كمان دماغه كان عليها دم ناشف مغرق شعره وحوالين راسه. بصيت للدكتور وسألته: توقيت الوفاة كان امتى؟ أنا فادي فيكتور، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حكاوي الليل. جاي لكم النهارده بقصة من كتابة وإعداد شادي إسماعيل. في البداية حابب أقول لكم إن في قناة جديدة على التيك توك باسم حكاوي الليل من الآخر، بينزل عليها محتوى يومي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر. هسيب لينك القناة في الوصف والكومنت المثبت. وما تنساش اللايك والشير، ولو أول مرة تسمعني وعجبك المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الجديد دايما. وما تنساش تشترك في جروب حكاوي الليل على الفيسبوك. ومن غير بقى ما أطول عليكم، يلا نبدأ حكاية جديدة من حكاوي الليل. الوفاة كانت من يومين تقريبا. تفتكر مات بالخبطة اللي على الراس دي ولا الطعنات؟ مش هقدر أحدد دلوقتي، بس من شكل الخبطة اللي في راسه نقدر نقول إنها مش قاتلة. هي ممكن تكون عملت له إغماء، بعدها القاتل جاب السكينة وطعنه عشان يتأكد من وفاته. تمام يا دكتور. قمت وقفت تاني وبصيت جنبي، لقيت ترابيزة الأنتريه واقع عليها شاي. لفيت حوالين نفسي في المكان وقلت بصوت مسموع: واضح إن القاتل خد وقته عشان يرتب المكان. رد عليا الدكتور وقال: ده خد وقته جدا،
الفازة اللي ناقصة بتقول إنها كانت سلاح الجريمة الأول، بس لما لقى الضحية لسه فيها الروح استخدم سكينة، وبعد ما قتله لم كل قطع الفازة اللي اتكسرت في المكان وخد معاه السكينة وخرج. قلت له وأنا ببص على الترابيزة: واضح كمان إن كان في صينية شاي هنا خدها معاه. خدت بالي من آثار الشاي فعلا. هزيت دماغي وأنا بوجه كلامي لكريم وبسأله: إيه بيانات الضحية؟ اسمه فاروق، عنده 25 سنة، بيشتغل في شركة عقارات. أبوه وأمه عايشين في الخليج. الأم بتكلمه بقالها يومين وما بيردش عليها، ولما تليفونه اتقفل قلقت واتصلت بالبواب وطلبت منه يطلع يشوفه. البواب طلع وخبط عليه، ولما ما فتحش الأم قالت له يكسر الباب. سمع فعلا كلامها ووقتها شاف الجثة. يعني أهله عرفوا باللي حصل؟ وهيوصلوا بكرة إن شاء الله. أنا تواصلت معاهم عن طريق تليفون البواب. تمام. كان له أصحاب قريبين؟ البواب بيقول إن فاروق له 4 أصحاب قريبين منه جدا، لدرجة إنهم بيتقابلوا كل خميس في الشقة هنا، بيسهروا لحد الفجر وبعدها بينزلوا. بيسهروا بمعنى إيه؟ لا، سهرات عادية، بيلعبوا بلاي ستيشن وكوتشينة. لكن البواب بيقول إن فاروق كان شخصية محترمة جدا وأخلاقه عالية، مالوش حتى في شرب السجاير. طب أنا محتاج أتكلم مع البواب ده، نجيبه سعادتك؟ هو هيجيب القهوة ويجي دلوقتي، خلينا نبص على بيت الشقة. مشيت ناحية طرقة صغيرة بتوصل لطرقة تانية فيها الأوض. دخلت الأوضة الأولى، كانت مترتبة بعناية، مفيش أي حاجة متبهدلة فيها. دخلت الأوضة التانية وهنا شفت السرير متبهدل وفيه هدوم على الأرض والدولاب كان مفتوح. دخلت الأوضة وقربت من الدولاب، كان فيها لبس حريمي، واضح إن دي أوضة النوم الخاصة بالأب والأم. لقيت على الرف قدامي علبة زرقاء مفتوحة وفاضية، غالبا كان فيها فلوس أو مجوهرات. واضح إن القتل كان بدافع السرقة. لفيت وشي وبصيت ناحية السرير، وقتها شفت أدراج الكومودينو مفتوحة. قربت أكتر لقيت الأدراج فاضية. رفعت وشي وبصيت على الكومودينو الموجود الناحية التانية، كان هو كمان أدراجه مفتوحة وفاضية. خرجت من مكاني ومشيت ناحية باب الأوضة وأنا بقول لكريم: القاتل عايز يوهمنا إنها جريمة سرقة، وليه ما يبقاش سرقة فعلا؟ هو مش محتاج يفضي علبة المجوهرات، كان خدها كلها معاه. وبعدين القاتل اللي عنده الوقت ده كله يقتل ويسرق وينظف مسرح الجريمة، مش هيسيب أدراج الكومودينو مفتوحة ولا هيسيب الدولاب بالمنظر ده. صح سعادتك. اطلب من المعمل الجنائي يرفع البصمات اللي في الشقة، مع اني اشك انهم يلاقوا بصمات. الواد ده عارف هو بيعمل ايه كويس. خرجت من الأوضة ورجعت الصالة، ووقتها لقيت عمران واقف عند الباب وماسك القهوة في ايده. شاورت العسكري يعديه، وأول ما قرب مني قال لي: اتفضل القهوة يا بيه. خدتها منه وبعدين بصيت له وانا بقول له: انت شغال هنا بقالك كتير يا عمران؟ بقالي يجي 5 سنين يا بيه. تعرف ايه عن فاروق؟ فاروق بيه ده كان ونعم الناس، شاب محترم وجميل واخلاقه لا يعلى عليها. بالك يا بيه لما كان حد يقصده في حاجة ما كانش يرد واصل. ماشي. تعرف ايه عنه تاني غير انه محترم؟ اصحابه، قرايبه، علاقته بجيرانه؟ هو ما كانش له علاقة بحد من الجيران، وجرايبه مش كتير فما كانش حد بيزوره. لكن كان عنده 4 أصحاب ودول ملازمينه دايما. يوم الخميس كان بيتجمعوا هنا يلعبوا بلاي ستيشن واستيميشن. ومين أصحابه دول بقى؟ واحد فيهم اسمه فهمي، والتاني اسمه علي، والتالت جمال، والرابع حكيم، وكلهم جد بعضهم في السن. طب قولي، انت ما سمعتش اي حاجة غريبة اليومين اللي فاتوا؟ ما سمعتوش بيصرخ او حاجة بتتكسر؟ الشهادة لله يا بيه هاني ما سمعتش حاجة، ماني لو سمعت كنت طلعت طوالي. طب ما فيش حد غريب دخل ولا خرج من العمارة اليومين اللي فاتوا؟ لا يا بيه، انا قاعد 24 ساعة في المدخل تحت، ما فيش حد دخل ولا خرج غير سكان العمارة. امال هو اتقتل ازاي يعني؟ ما هو ده اللي هيجنني يا بيه. لا، ده معناه انك ما كنتش موجود وقتها، وانك مش قاعد في العمارة على طول. يا بيه هاني ما بسيبش العمارة غير عشان اجيب طلبات للسكان، ده لو حد طلب منهم حاجة يعني. غير كده انا قاعد في المدخل. طب ومن يومين فاكر جبت ايه والمين؟ تقصد اولت امبارح يا بيه؟
أول امبارح. سرح شوية وكأنه بيستجمع ذاكرته وبعدين قال: أيوة افتكرت، أنا أولت امبارح خرجت من العمارة 5 مرات. أول مرة كانت ظهرية، الست عفاف اللي في التالت طلبت مني أجيب لها شوية خضار من السوق. غبت حوالي نص ساعة ورجعت. وبعدها على العصرية كده أستاذ رشدي اللي في الخامس بعت لي أجيب له خرطوشة سجاير، ودي ما خدتش 10 دقايق. المرة التالتة بقى كان بعدها بساعة، المهندس حازم كان عايزني أخرج له العربية من الجراج، ودي برضه خدت لها ربع ساعة ولا 10 دقايق. طب والمرتين الباقيين؟ المرة الرابعة رحت أفرج زبون على شقة في العمارة اللي جارنا. هو أنت كمان سمسار؟ لا يا بيه، هو سألني على شقة للإيجار، والعمارة اللي جارنا فيها راجل حبيبي ساب لي المفتاح وقال لي أبقى أجرها، فرحت مع الزبون فرجته الشقة. وقعدت قد إيه بقى؟ قعدت حوالي نص ساعة برضيك. الكلام ده كان إمتى؟ على الساعة 9 كده يا بيه. ماشي، خرجت تاني ليه بقى؟ لا، المرة دي كنت بتفرج على ماتش الأهلي. ماتش الأهلي؟ يعني سبت العمارة ساعتين؟ بصلي بقلق قبل ما يقول: ما هو دي نص نهائي أفريقيا يا بيه، وما كانش ينفع أفوته. نص نهائي أفريقيا؟ قول لي طيب، هو في كاميرات هنا في العمارة؟ لا يا بيه. إزاي ده؟ أنا هقول لسعادتك، اللي كانت ماسكة اتحاد الملاك الست عفاف. جم إيه بقى يا بيه؟ السكان لموا فلوس الكاميرات وادوها لها عشان تجيب حد يركب الكاميرات. قامت هي ضربت الفلوس في جيبها ونامت على الموضوع. السكان اشتكوا وسألوها فين الكاميرات، قالت لهم الشركة هتيجي تركبها الأسبوع ده. وقعدوا أسبوع يجيب التاني لحد ما في الآخر عرفوا إنها نصبت عليهم، فقعدوا وخدوا منها الفلوس ومسكوا المهندس حازم اتحاد الملاك. بس السكان حلفوا مش هيدفعوا فلوس الكاميرات تاني، واللي عايز يركب كاميرا يركبها قدام شقته. وعندها كام سنة بقى الست عفاف دي؟ يعني يا بيها سكة 35 أو 37. اتطلقت اديلها 2 سنين وعايشة في الشقة لوحديها، بس بتجيب فلوس منين الله أعلم. ليه هي مش بتشتغل؟ لا يا بيه، هي بتنزل كل فين وفين، لكن معرفش بتجيب فلوس منين بصراحة. طب روح انت عمران واستنى بره عشان هحتاجك تاني. عن اذنك يا بيه. مشي عمران، وقتها كريم سألني: ايه رأيك في الكلام ده يا باشا؟ تفتكر عفاف لها يد في الحكاية دي؟ ما اعتقدش، بس خلينا نشوف ايه حكايتها هي كمان. تحب ابعت حد يجيبها؟ يا ريت. بعت كريم العسكري يجيب عفاف، وفي الوقت ده مشيت من الشقة لحد ما وقفت عند الجثة مرة تانية. وقتها لقيت الطبيب الشرعي باين عليه انه بيدور على حاجة، فسألته: في حاجة ولا ايه يا دكتور؟ في خرابيش على ايد الضحية من فوق، وده معناه انه ما اتخبطش خبطة مفاجأة. واضح انه دخل في صراع مع القاتل قبل ما يموت. بس مش المفروض الخبطة كده تبقى في راسه من قدام مش من ورا؟ لا، ممكن يكون حاول يهرب فالقاتل خبطه على دماغه من ورا. كلام سليم. طب انت بتدور على ايه؟ في علامة الدبلة كانت في ايده اليمين، بس الدبلة مش موجودة. اكيد القاتل خدها. ما انا بدور عليها، يمكن تكون وقعت وقت المشاجرة اللي حصلت قبل الجريمة. تمام، لو وصلت لها بلغني. حاضر يا فندم. في اللحظة دي شفت العسكري داخل ومعاه ست شكلها ملفت للنظر، لبسها مكشوف وواضح انها مهتمة بنفسها جدا. من غير تخمين او تفكير طويل عرفت انها عفاف. بعدت عن الجثة ومشيت ناحيتها، واول ما قربت منها قلت لها: عفاف مش كده؟ هزت راسها وهي بتقول: ايوه يا فندم. صوتها كان فيه نبرة حزن، وعينيها كانت باصة ناحية الجثة مش ناحيتي. تعمدت اتحرك واقفل مجال الرؤية عنها وقلت لها: انت كنت تعرفي فاروق؟ ايوه، احنا جيران واكيد عارفاه. انت ساكنة في العمارة من زمان؟ بقالي 10 سنين. تمام، وتعرفي ايه عنه بقى؟ اعرف انه شاب محترم وفي حاله، حتى لما كنا بنتقابل في الاسانسير كان بينزل عينه في الارض وبيتكلمش معايا نهائي. جميل، قوليلي ايه موضوع الكاميرات ده؟ حسيت بارتباكها وسكتت لثواني قبل ما تقول: لا موضوع ولا حاجة، السكان كانوا مستعجلين على تركيب الكاميرات، والشركة اللي انا اتفقت معاها اتأخرت.
وقتها اتهموني اني خدت فلوسهم وضحكت عليهم، مع انهم لما طلبوا الفلوس لقيوها. بس عمران قال غير كده، قال انه ما كانش فيه شركة اصلا. كداب يا فندم، كان في شركة فعلا هتركب الكاميرات، بس اتأخرت في الميعاد، والدليل زي ما قلت لسعادتك انهم لما طلبوا الفلوس اديتها لهم. كلام منطقي. هو انت بتشتغلي ايه؟ بشتغل في الدعاية والاعلان. بتعلني عن ايه بقى؟ تسويق على النت، بعرض منتجات واللي بيطلب المنتج بوصله بصاحب المحل او بالشركة. والشغلانة دي بتكسب على كده؟ مش قوي، بس اديني بصرف منها على نفسي، بدل ما اروح اشتغل عند واحد يطمع فيا ويقول دي واحدة مطلقة وملهاش حد. الناس بقت وحشة. هزيت دماغي وانا بقول لها مفهوم طبعا. كلميني بقى عن علاقتك بفاروق. ما كانش في اكتر من اللي قلت لحضرتك عليه. يعني ما تكلمتوش ولا مرة؟ لا، كنا بنتكلم ساعات لما بنتقابل في اجتماع اتحاد الملاك، بس كلام عادي يعني مش حاجة شخصية. ولما كنتوا بتتقابلوا في الاسانسير ما تكلمتوش ولا مرة؟ لا، عمرنا ما اتكلمنا. تمام يا عفاف، تقدري تمشي، بس يا ريت ما تكونيش مخبية حاجة، لان ده مش في مصلحتك. لا، وانا اخبي حاجة ليه؟ ماشي، اتفضلي. حاولت تبص بصة أخيرة على فاروق قبل ما تمشي، لكن منعتها. وقتها لفت وشها وخرجت من الباب، لكن كانت ماشية ببطء شديد. عندي إحساس قوي إن علاقتها بفاروق كانت أقوى بكتير من اللي هي قالته. بصيت لكريم وقلت له أنا عايز أتكلم مع أصحابه الأربعة بأسرع وقت. تمام يا فندم، الصبح كلهم هيكونوا قدام سعادتك. خلصنا معاينة مسرح الجريمة، والطب الشرعي خد الجثة عشان يشرحها، وأنا رحت مكتبي. وبعد ساعات كانوا الأربعة واقفين قدام المكتب. طلبت أبدأ مع حكيم. دخل وقف قدامي وعينيه بتقول إنه زعلان على صاحبه. طلبت منه يقعد، وبعدها قلت له كلمني بقى يا حكيم عن علاقتكم انتوا الخمسة ببعض. سكت شوية قبل ما يرفع راسه ويقول احنا مع بعض من زمان، من أول يوم في الجامعة. فاروق كان أول واحد اتعرفت عليه في الشلة. كنت يومها واقف مع كام واحد معرفة، ولقيته بيتخانق مع عيلين. العيال اتغابوا عليه وضربوه جامد. جريت وقتها واتدخلت أنا واللي معايا وضربنا العيال، بس الأمن مسكنا وكلنا اترفدنا أسبوع. ومن يومها وفاروق شايلها لي جميلة، ولما رجعنا الكلية تاني اتعرفنا أكتر وبقينا صحاب. طب وفهمي وعلي وجمال اتعرفتوا عليهم ازاي؟ علي وفهمي اتعرفنا عليهم في ماتش كورة، كان عندنا ماتش مع كلية تانية، ويومها فاروق كان متحمس نكسب، فكان لعبه خشن شوية، وفي كورة دخل شال فهمي من على الأرض. وقتها رجل فهمي اتكسرت. فاروق ساب الماتش وراح معاه المستشفى، ومن ساعتها وفهمي صاحبنا، وعلي كان زميله وفهمي اللي عرفنا عليه. أما جمال فهو جاري في الشارع، أنا وهو أصحاب من وإحنا عيال، برغم إنه مكملش تعليمه لكن كنا أصحاب جدا، لدرجة إنه كان بيدخل بيتي وبنعامله كلنا كأنه واحد من العيلة. وطبعا لما دخلت الجامعة واتعرفت على فاروق وفهمي وعلي، كانوا ساعات بيجوا عندي المنطقة. وقتها بقى اتعرفوا على جمال وبقوا صاحبنا الخامس. لا ما شاء الله، صحبة حلوة. قول لي يا حكيم، انتوا كنتوا بتعملوا ايه في سهراتكم يوم الخميس؟ عرفت انكم كنتوا بتسهروا كل خميس عند فاروق. ايوه، كنا بنتجمع عنده كل خميس بعد الشغل، بس ما كناش بنعمل حاجة، يا دوب على قد القعدة، بلاي ستيشن او شوية كوتشينة، مفيش حاجة اكتر من كده. تمام. في مشاكل بين فاروق واي حد فيكم الفترة الاخيرة؟ لا، احنا كانت علاقتنا زي الفل. بصيت له باستغراب وبعدين قلت له معقولة يا راجل؟ 5 شباب زي الورد ومفيش خناقة واحدة حصلت، ده لو 2 اخوات في بيت واحد هيتخانقوا. بلع ريقه قبل ما يقول لا، كان بيحصل خناقات بس مش كتير. ايوه، قول لي بقى مين اتخانق مع مين وليه؟ مرة فاروق اتخانق مع جمال عشان شتموا بالأم وهما بيهزروا مع بعض. لا يا حكيم، انت فاهم قصدي كويس. ماشي يا فندم. فاروق اتخانق مع فهمي مرة عشان فهمي كان عايز يتعرف على عفاف جارة فاروق، بعد ما سمع انها حلوة ومطلقة وايه، وسمع كلام يعني انها مش كويسة. ومين اللي قال له الكلام ده؟ مش عارف يا فندم، انا عرفت بعد ما اتخانقوا. طب وفهمي شاف عفاف فين؟ شافها مرة واحنا بنركب الاسانسير، بعد كده شافها واحنا قدام العمارة بنوصل فاروق،
ومرة في التانية عجبته، لكن معرفش جاب الكلام ده منين. طب وفاروق كان رده ايه؟ يعني اتخانقوا ليه؟ عشان فاروق ما بيحبش الحاجات دي، وقال له كذا مرة يشيل الموضوع ده من دماغه، وفي آخر مرة قال له لو فتح السيرة دي تاني ما يجيش بيته مرة تانية. كان محترم فاروق جدا يا فندم، أنا مش عارف مين اللي عمل فيه كده. قول لي صحيح، هو فاروق كان خاطب؟ بصلي باستغراب فكملت كلامي وقلت له أصل إحنا لقينا دبلة في إيده. لا، الدبلة دي مش دبلة خطوبة، دي كانت واحدة زميلتنا جابتها له زمان، كانوا بيحبوا بعض بس ما حصلش نصيب. ليه، اتجوزت؟ لا، ماتت في سنة تالتة، عرفنا انها عندها سرطان ويا دوب 2 سنين وماتت. فاروق اتأثر جدا بموتها وقعد فترة مش قادر يتخطى الحكاية دي، ومن وقتها معرفش واحدة تانية. طب اتخانق مع مين تاني؟ لا، الباقي كان خناقات عادية جدا. تمام يا حكيم، تقدر تمشي بس هحتاجك تاني، فياريت ما تسافرش اليومين دول. حاضر يا فندم. خرج حكيم وانا قعدت لثواني بفكر في الكلام اللي قاله. يا ترى ممكن يكون فهمي اتخانق معاه تاني بسبب عفاف والخناقه اتطورت ما بينهم؟ طلبت من العسكري يدخل فهمي، وبعد ثواني كان واقف قدامي شاب طول بعرض وواضح انه مهتم بشكله جدا، ويمكن ده السبب اللي خلاه فاكر ان اي واحده هتقع في غرامه لما تشوفه. طلب مني يقعد لكني رفضت، وشفت الضيق على ملامحه. اتنهدت قبل ما اقول له قول لي بقى يا سي فهمي، انت بتشتغل ايه؟ بشتغل مترجم. شغلانه حلوه. تعرف ايه بقى عن فاروق الله يرحمه؟ كنا اصحاب ايام الجامعه، وبعد ما اتخرجنا فضلت صحبيتنا وكنا بنتجمع عنده كل خميس. بس كده؟ ايوه يا فندم. طب واتخانقت انت وهو ليه؟ وشه اتغير واتفاجئ اني عارف بموضوع الخناقه، لكنه رد وقال لي لا عادي، الخناقه كانت على حاجه تافهه اصلا، انا مش فاكر كانت على ايه. كانت على عفاف، مش انت كنت عايز تتعرف عليها وكده؟ المفاجأة بانت على ملامحه أكتر وبلع ريقه قبل ما يقول ده كان موضوع وراح لحاله، وبعدين أنا كنت بهزر، هو اللي خد الموضوع بجد وقعد يعمل لي فيها واعظ ومؤدب. طب ما كان يقول الكلام ده لنفسه. ليه، هو عمل ايه؟ ما هو كمان كان بيكلمها، هو بس اللي عايش دور مش دوره. استغربت من كلامه، ميلت بجسمي ناحية المكتب وأنا ببصله وبقول كان بيكلمها؟ لا، اقعد بقى كده واحكي لي. قعد على الكرسي قدامي وبعدين قال لي انا اصلا ما كانش في دماغي عفاف ولا بتاع، بس في يوم كنت رايح عنده بدري شويه قبل الميعاد اللي بنتجمع فيه. وقفت قدام باب الشقه وقبل ما ارن الجرس لقيت الباب بيتفتح وشفتها قدامي. الاتنين اتفاجئوا بوجودي، حتى هو ارتبك وقال لي فهمي، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ ابتسمت وانا ببص لها وقلت له كنت جاي اطمن عليك، بس شكلي كده جيت في وقت مش مناسب. ولا مش مناسب ليه؟ ما احنا ممكن ندخل ونكمل قعدتنا جوه. زقني في صدري وقال لي انت انسان مش محترم، استاذ عفاف كانت جايه تقولي على حاجه وماشي على طول. وماله يا سيدي، مش عيب. عفاف بصت لي باحتكار وطلعت على فوق، اما هو دخل وقفل الباب في وشي. بعدها مشيت وما قعدتش معاهم يومها. بس من ساعه الموقف ده وعفاف دخلت دماغي اكتر، ما انا اتضايقت من اللي حصل. بقى يعمل عليا شريف وهو جايبها لحد شقته. لما خلص فهمي كلامه ريحت ظهري في الكرسي وقلت له وعملت ايه بقى؟ ولا حاجه، الموضوع ما عداش كونه فكره ومشوفتهاش تاني. يعني انت ما قابلتش عفاف من يومها ولا فاروق؟ لا، قابلت فاروق مره واحده بعدها، وده لما الرجاله لاحظوا اني مش بروح هناك، عرفوا من فاروق اننا شادين مع بعض شويه. وانت ما حكيتش لحد على الموقف ده؟ لا خالص يا فندم. قول لي يا فهمي، في حد تاني غيرك اتخانق مع فاروق قبل الجريمه؟ لا، كانت خناقات عاديه، بس لا ثانيه واحده، انا في مره شفته بيتخانق مع الواد جمال. الواد ده اصلا مش شبهنا، بس حكيم بنانا بيه. مش شبهكوا ازاي يعني؟ عيل شكله غلط كده وتحسه بلطجي. وفاروق كان بيتخانق معاه ليه؟ مش عارف بالظبط، بس يومها كنا متجمعين عنده في الشقه، وفجاه فاروق سحب جمال ودخلوا جوه. بعدها بشويه قمت دخلت المطبخ عشان اعمل حاجه اشربها، بس وانا خارج
سمعت فاروق بيقول له: رجع الاسوره يا جمال، وانا مش قول لحد ان انت اللي سرقتها. بس جمال رد عليه وقال له: والله العظيم ما سرقت حاجه يا فاروق، انت ليه مش عايز تصدقني؟ عشان محدش فيهم محتاج فلوس يا جمال، محدش بيدخل بيتي غيركم. اخصى عليك يا فاروق، يعني انت بتشك فيا عشان انا على قد حالي؟ طب يا اخي والله العظيم ما انا اللي سرقتك، ولا عمري ما اديت ايدي على حاجه مش بتاعتي. عيب يا فاروق، انا على قد حالي صحيح، لكن ابن ناس ومتربي. مش معنى اني ما دخلتش جامعه زيكم اني حرامي ولا مجرم. جمال كان بيتكلم وانا حاسس بقهرته ودموعه من عندي. حتى فاروق بعدها قال له: خلاص يا جمال، خلاص بقى ما تعيطش، حقك عليا والله ما كنت اقصد، بس انا هتجنن. الاسوره دي غاليه جدا على امي، لانها بتاعت تيتا الله يرحمها، ولو ماما جت وما لقيتهاش مش هتعديها لي. حقك عليا يا صاحبي. حسيت بيهم خارجين، وعشان كده رجعت الصاله بسرعه. دقيقه ولقيتهم جايين من جوه. كان جمال باين عليه انه بيعيط، وفاروق كان زعلان. وقتها حكيم سأل جمال: مالك يا جمال، في ايه؟ مفيش، انا كنت مخنوق شويه بس وبتكلم مع فاروق. طب يلا عشان نكمل البوله. بصيت لفهمي لما خلص كلامه وسألته: وانت ايه رأيك في الكلام ده؟ هز راسه بالنفي وقال لي: لا، جمال ما يسرقش. مش انا لسه قايل لحضرتك انه مش شبهنا وتحسه بلطجي؟ بس لا، الواد ده ما يسرقش، وحتى لو له في السرقه عمره ما يسرق فاروق. اشمعنى بقى؟ يخاف، هو عارف ان فاروق عيلته تقيله ويخاف يسرقه ولا يروح فيها. طب تفتكر مين اللي سرق الاسوره؟ مش عارف، بس ممكن علي. هو كان مزنوق في الفتره دي، بس انا الوحيد اللي كنت عارف الحكايه. طب وما قلتش ليه لفاروق الحكايه دي؟ انا مالي يا فندم، وبعدين فاروق ما سالنيش اصلا. وبيني وبينك يا باشا، انا قلت مصلحه، يمكن جمال يفارقنا. فانت قلت تسكت وجمال يقع في فاروق، بس ده ما حصلش للاسف، وفضل جمال معانا لحد النهارده. بصيت له بقرف وبعدها قلت له: قوم امشي، بس ما تسافرش ولا تقفل تليفونك لاني هحتاجك تاني. ابتسم وقام وقف ومشي بهدوء لحد الباب، وبعد ما خرج قلت بصوت مسموع: انسان قذر. بعد كده حتى فكرت في كلامه، مش عارف ليه ما كنتش مصدق حكايته عن عفاف وفاروق، وانه شافها خارجه من شقه فاروق، مع اني لما اتكلمت مع عفاف كنت حاسس انها مخبيه حاجه، لكن في نفس الوقت جوايا حاجه بتقولي ان الواد ده كذاب. اما بالنسبه لكلامه عن موضوع الاسوره فده بنسبه كبيره حقيقي، وهتاكد اكتر لما اسال جمال. لكن ممكن يكون علي فعلا هو اللي سرق الاسوره، بس ليه فهمي يقول كده على علي؟ في حاجه غلط، في حلقه مفقوده في كلام فهمي، ومش هقدر اوصل لها غير لما اكمل كلامي مع الاتنين الباقيين. طلبت من العسكري يدخل جمال، واول ما دخل لقيته فعلا شاب على قد حاله، ده باين من هدومه وشكله مبهدل. طلبت منه يقعد وبعدين سألته: تعرف ايه عن فاروق يا جمال؟ كان ابن ناس ومحترم، وعمري ما شفت منه غير كل خير. غريبة انك تقول كده عليه بعد ما اتهمك بالسرقة. استغرب جملتي وعينيه برقت، لكن رجع وقال لي: انا مش هسأل حضرتك عرفت منين، لكن فاروق الله يرحمه اتهمني بالسرقة فعلا، لكن بعد اسبوع رجع وقال لي انه لقى الاسوره، كانت واقعه في حته مش عارف فين، لكن هو قال لي انه لقاها وجالي لحد ورشتي واعتذر لي. حتى يومها انا كنت زعلان قوي، وعشان يراضيني فضل قاعد جنبي طول اليوم في الورشه يصالحني، وقعد اتغدى معايا انا والعمال، وانا بصراحه سامحته لانه طيب وابن حلال. عارف يا باشا، فاروق كان بيجي لي كل جمعه المنطقه ومعاه شنط قد كده، وياخدني ننزل نوزعها على المحتاجين، ولما كان حد يحتاج فلوس لعمليه ولا حاجه كنت اكلمه والاقيه جايب الفلوس وجاي لحد المستشفى. ربنا يرحمه ويجازيه خير على اللي كان بيعمله مع الناس. تفتكر مين اللي عمل فيه كده يا جمال؟ مفيش غيره، الواد علي. واشمعنى علي؟ عيل اصفر وخبيث، عمري ما حبيته. من يوم ما شفته وربنا زرع كرهه في قلبي. يعني فهمي مع انه شايف نفسه وفاكر انه اكبر من الخلق ومناخيره في السماء، ده غير انه بتاع ستات اللهم احفظنا يعني،
لكن في الآخر ينزل على مفيش. إنما الواد علي ده خبز الدنيا كلها فيه. أيوة، بس إيه اللي هيخلي علي يقتل فاروق؟ مش عارف يا باشا، بس ده إحساسي. طب قوم أنت يا جمال، بس خلي بالك هحتاجك تاني، ما تسافرش ولا تروح أي مكان بعيد. حاضر يا باشا. خرج جمال وبعدها طلبت من العسكري يدخل علي، وبعد ما قعد قدامي سألته: تعرف إيه عن فاروق يا علي؟ فاروق كان صاحبي، شاب جدع وصاحب صاحبه. تفتكر مين اللي قتله؟ مش عارف يا فندم. تعرف إن فهمي كان بيتهمك إن أنت اللي سرقت الإسورة من شقة فاروق قبل ما يموت؟ فهمي؟ وليه فهمي يقول كده؟ وبعدين إسورة إيه اللي اتسرقت؟ أنت ما كنتش تعرف إن فاروق كان متهم جمال إنه سرق إسورة دهب من شقته؟ لا، أنا أول مرة أسمع الكلام ده من حضرتك. بس ليه فهمي يقول كده؟ مش عارف. شوف أنت بقى يقصد إيه؟ كان مصدوم ومستغرب من كلامي، لكن ما اديتوش وقت يفكر وسألته: هو صحيح فاروق كان على علاقة باللي اسمها عفاف؟ لا خالص، فاروق ما كانش له في الحاجات دي، وهي برضه كانت دايما لما تيجي سيرتها بيقول عنها انها ست محترمة. طب فاروق ما حكالكش قبل ما يتقتل انه كان متخانق مع حد، او انت ما حضرتش خناقة بينه وبين حد منكم؟ لا، كان في خناقة حصلت بينه وبين حكيم من كام يوم. خناقة ايه؟ يومها كنت قاعد في البيت، كان تقريبا الساعة 2 بالليل، لقيته بيتصل بيا وبيطلب مني اقابله. استغربت بس نزلت قابلته. ويا ترى كان عايزك في ايه؟ انا اول ما قابلته لقيته متعصب جدا وكان عمال يشتم في حكيم، فساعتها سألته: يا ابني قول لي مالك وبتشتم حكيم ليه؟ عيل خاين وملوش امان. ليه؟ هو عمل ايه؟ عمل مصيبة يا علي، عمل مصيبة. مصيبة ايه؟ قول لي. لا مش هقولك، مش هينفع. امال منزلني ليه في نص الليل؟ معلش يا علي، انا بس كنت محتاج اتكلم مع حد، وانت الوحيد اللي كان ممكن تنزلي دلوقتي. جمال زمانه نايم، وفهمي عيل واطي مش هيرضى ينزل يقابلني. ماشي يا سيدي ولا يهمك، بس قول لي ايه اللي مضايقك من حكيم؟ قفل العسيرة دي يا علي وخلينا نتكلم في حاجة تانية. استغربت كلام علي وسألته: يعني ما قالكش ايه اللي مضايقه من حكيم؟ لا يا فندم، حتى انا استغربت انه فضل طول الليل وما قاليش ايه اللي حصل بينهم. طب وانت ما حاولتش تسأل حكيم؟ فاروق حلفني ما احكيلوش اي حاجة ولا اجيب له سيرة اني عرفت انهم متخانقين. غريبة دي. فعلا هي غريبة يا فندم، بس للأسف ما عنديش تفسير. يمكن لو حضرتك سألت حكيم يقولك. تمام يا علي، اتفضل انت وخليك مستعد، لاني ممكن احتاجك في اي وقت. تحت امرك يا فندم. خرج علي من المكتب وسابني في حيرتي. كل واحد فيهم بيرمي الاشتباه على التاني، وكل واحد فيهم عنده مشكلة مع فاروق. حكيم عمل مصيبة فاروق بس اللي عارفها، وفهمي كان متضايق ومتغاظ منه بسبب موضوع عفاف. وبالنسبة لعلي في كلام جمال بيحطه في دايرة الاشتباه، وإنه خبيث وممكن يكون بيرمي على حكيم كلام كذب، خصوصا إن مفيش تأكيد على كلامه. أما بالنسبة لجمال فلحد دلوقتي مفيش دافع واضح، بس مش هقدر أخرجه بره دايرة الاشتباه. في حاجات كتير لازم أعرفها عشان أقدر أعرف مين فيهم صادق ومين كذاب. في اللحظة دي باب المكتب خبط، ولقيت العسكري بيقول لي إن في بنت بره طالبة تقابلني، فقلت له يدخلها. ثواني ودخلت بنت في العشرينات، كان باين عليها إنها كانت بتعيط من قبل ما تيجي. قربت من المكتب وساعتها قلت لها تقعد، وبعدين سألتها: مين حضرتك؟ بصيت لي لثواني قبل ما تقول: أنا اسمي وفاء، أبقى أخت فهمي الصغيرة، وجاية دلوقتي عشان أقول لحضرتك مين اللي قتل فاروق. اتعدلت في قعدتي وبصيت لها باهتمام وسألتها بلهفة: مين يا وفاء؟ حكيم هو اللي قتله. حكيم؟ حكيم صاحب فاروق؟ أيوه، أنا اتعرفت على حكيم عن طريق الفيسبوك، كنت عارفة إنه صاحب فهمي. فهمي كان بيحكي لي كتير عنه إنه جدع وراجل، فلما بعت لي طلب صداقة وافقت عادي. لكن مع الوقت بقى في بينا كلام، وواحدة واحدة لقيته بينزل الجامعة وبيقابلني. في الأول كان بيتحجج إنه جاي عشان ياخد نسخة من الشهادة أو بيخلص شوية ورق مطلوبين منه، لكن بعد كده اعترف لي بحبه
وبصراحة أنا كمان كنت معجبة بيه، وفعلا ارتبطنا فترة. لكن بعدها لقيته بيطلب مني نخرج سوا بره الجامعة. قلت له ما ينفعش، بس هو قال لي ما تخافيش، مش هيحصل حاجة ومحدش هيشوفنا. لحد ما في مرة من المرات واحنا مع بعض في عربيته لقيته بيديني علبة عصير. شربتها وبعد كده محسيتش بنفسي، ولما صحيت لقيت نفسي نايمة على الكرسي في عربيته وحكيم مش موجود معايا، واكتشفت المصيبة اللي هو عملها. بصيت حواليا لقيتنا واقفين في مكان صحراء ومفيش أي حد، وهو كان واقف بره بيشرب سيجارة. نزلت من العربية وصرخت فيه، كان واقف بيسمعني مش بيرد عليا. ولما خلصت كلامي رمى السيجارة وبعدين ضحك في وشي ومشي. ركب العربية وسابني. رجعت البيت يومها بالعافية، ما كنتش عارفة أعمل إيه ولا أقول لمين. ما كانش قدامي غير فاروق. لجأت له وحكيت له كل اللي حصل. كان مصدوم طبعا لما عرف، بس قال لي إنه هيتصرف معاه وهيخليه يصلح اللي عمله. بس كام يوم وعرفت الخبر. مفيش غيره هو اللي قتله، حكيم هو القاتل. عند النقطة دي انهارت في العياط. ناولتها منديل وريحت ظهري في الكرسي. كده صح، دي المصيبة اللي فاروق كان يقصدها بكلامه مع علي. طلعت أمر بضبط وإحضار كريم. بعدها بصيت لوفاء وقلت لها: فهمي أخوكي عرف حاجة؟ هزت راسها بالنفي وهي بتقول: لا، أنا خايفة لو عرف يقتلني، بس في نفس الوقت مش هسيب حق واحد مات عشان يجيب حقي. أنا السبب، يا ريتني ما كنت قلت له. اهدي يا وفاء، اهدي. بعد ساعة كان حكيم واقف قدامي، بس المرة دي كان متهم رئيسي. أول ما وفاء شافته انهارت مرة تانية وقالت له: أنت حيوان، قتلته ليه؟ بصلها باستغراب وقال لها: قتلت مين؟ وبعدين مين انت أصلا؟ أنا مين يا حيوان؟ أنا اللي ضحكت عليها واللي خنت صاحبك وغدرت بيه وبخته. اتدخلت وقلت لها: اهدي يا وفاء واقعدي. بعدها بصيت لحكيم وقلت له: اسمع بقى يا حكيم، انسى خالص انك تنكر معرفتك بيها، لاني لو نزلت الجامعة وسألت اصحابها هيتعرفوا عليك بسهولة جدا، وهيشهدوا انكم كنتوا على علاقة مع بعض، ده غير رسايلكم على الواتساب والماسنجر. فسيبك بقى من الكلام ده وتعالى معايا دغري، قتلت فاروق ليه؟ سكت لثواني وبعدين قال لي: انا ما قتلتش فاروق. صحيح هو كلمني في موضوعها، لكن انا ما قتلتوش. امال ايه اللي حصل؟ ولا حاجة. لما كلمني انكرت اللي هو قاله. قال نفس كلام سعادتك كده، ان معاها شات بيني وبينها. قلت له خليها تشربه، انا ماليش دعوة بكل ده، دي مجرد واحدة عرفتها وما طلعتش تمام فسبتها. قعد يشتم فقفلت السكة في وشه، لكن انا ما قتلتوش ولا شفته اصلا. تمام، هيبان. طلبت من العسكري يوديه على الحجز، وأمرت يتاخد عينة منه وتروح الطب الشرعي عشان أتأكد إذا كان هيحصل تطابق بين العينة دي والعينة اللي لقوها تحت ضوافر فاروق، ولحد ما تظهر النتيجة هيفضل محجوز عندنا. أما بالنسبة لوفاء فطلبت منها تروح لحد ما بعت لها مرة تانية. عدوا كام يوم وصلت النتيجة، واللي كانت صادمة بالنسبة لي. عينة حكيم ما طبقتش مع العينة اللي تحت ضوافر فاروق، وده معناه إن مش حكيم القاتل. الموضوع كان صعب، القضية رجعت تاني لنقطة الصفر. وهنا طلبت يتعمل اختبار لكل المشتبه فيهم، ومن ضمنهم عفاف. وقعدت استنيت النتيجة على أحر من الجمر. بس المفاجأة إني ولا واحد تطابقت عينته مع عينة المعمل اللي اتاخدت من جثة فاروق. أمال مين القاتل؟ معقولة يكون حرامي دخل الشقة بالصدفة؟ مستحيل. ما هو لو حرامي مش هينظف مسرح الجريمة، لأنه مش هيبقى واخد راحته بالشكل ده. كانت قضية صعبة جدا، وللأسف اضطريت أوقف شغل فيها الفترة على أمل تظهر أدلة جديدة. يمكن الحاجة الوحيدة اللي حصلت لحد دلوقتي إن القضية دي جابت لوفاء حقها، وعرفت فهمي إن الحياة دايما عادلة، وداين تدان. وزي ما كان بيجري ورا بنات الناس عشان ياخد حاجة مش من حقه، في اللي جري ورا أخته وخد منها حاجة مش ملكه. أما فاروق الضحية الوحيدة في القضية لسه حقه مرجعش.
عدى على القضية حوالي 3 شهور لما لقيت العسكري بيبلغني إن في واحدة عايزة تقابلني. طلبت منه يدخلها، ووقتها شفت عفاف داخلة المكتب. استغربت وجودها، لكن في نفس الوقت اتحمست، لأن ده معناه إن في دليل ظهر. كان باين عليها الخوف والرعب. وقفت قدام المكتب وهي بتقول: الحقني يا فندم، أرجوك الحقني. في إيه يا عفاف؟ إيه اللي حصل؟ طليقي يا فندم، طليقي بيطاردني في كل مكان بروحه، وآخر مرة جالي البيت هددني إني لو مرجعتلوش هيقتلني زي ما قتل فاروق. إيه؟ هو اعترف لك إنه قتل فاروق؟ أيوه، كان سكران ومعمي، فضل يتكلم كتير وفي الآخر قال لي هقتلك زي ما قتلت الحيلة اللي تحت. طب وقتله ليه؟ من كلامه كده كان فاكر إن بيني وبين فاروق حاجة. عنوان طليقك إيه؟ خدت منها العنوان واتصلت بكريم وطلبت منه يقبض على طليق عفاف. وبعد ساعة كان واقف قدامي. بصيت له لثواني، كان طول بعرض كأنه حيطة واقف قدامي. قتلته ليه؟ قتلت مين سعادتك؟ انت مش قلت لعفاف انك هتقتلها زي ما قتلت فاروق؟ ما حصلش سعادتك. ردت عليه عفاف وقالت: لا حصل يا فندم، ده كذاب. بصيت له مرة تانية وقلت له: طب احنا هنشوف حصل ولا لا. طلبت يتسحب منه عينة ويتم مقارنتها بالعينة المحفوظة في المعمل، وخليت العسكري يوديه الحجز لحد ما النتيجة تظهر. وفعلا بعد يومين جت النتيجة وكانت إيجابية، تطابق كامل بين العينتين. بعت جبته من الحجز، والمرة دي قلت له: الطب الشرعي أثبت إن العينة اللي خدناها منك هي نفس العينة اللي لقيناها تحت ضوافر فاروق. قول لي بقى وبصراحة كده، قتلته ليه؟ بص في الأرض وبعدين قال لي: الغيرة عامتني من يوم ما سبتها وأنا مش قادر أعيش. عمري ما بعدت عنها، كنت بتابع أخبارها أول بأول. وفي مرة وأنا معدي قدام العمارة زي عادتي، سألت عمران البواب عليها، لقيته بيقول لي إنها ماشية مع الواد ده. الدم غلي في عروقي. بقت تسيبني أنا عشان تمشي مع عيل من دور عيالها. ده احنا أول ما سكننا في العمارة كان بيقول لي يا عمو وبيقول لها يا طنط. رحت يومها العمارة وأمنت على عمران، وأول لما لقيته خارج عشان يتفرج على الماتش دخلت العمارة. أنا عارف إن عمران ما يفوتش ماتشات الأهلي، يعني قدامي ساعتين على ما يرجع. طلعت فوق وخبطت على باب شقته. أول ما شافني ضحك في وشي وقال لي: عم طلعت، اتفضل تعالى. استغربت مقابلته بس دخلت جوه. قعدني في الانتريه وبعدين قال لي هو بيقعد قدامي: ازيك يا عم طلعت، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. انت اخبارك ايه يا فاروق؟ كله تمام الحمد لله. بس ايه اللي فكرك بيا بعد المدة دي كلها؟ بيني وبينك انا كنت معدي بالصدفة من قدام العمارة، فقلت اطلع اسلم عليك، احنا برضو كنا 10 عمر. فيك الخير والله يا عم طلعت. بصيت على ايده ولقيته لابس دبلة، فسألته: الله، انت اتخطبت كده برضو من غير ما تعزم عمك طلعت؟ مشى ايده على الدبلة وفركه وهو بيقول: لا ما خطبتش ولا حاجة، دي دبلة واحدة عزيزة عليا جايبها لي. الدم غلي في عروقي اول ما قال كده. واحدة عزيزة عليه؟ مفيش غيرها، عفاف. بصيت له بضيق لثواني، لكن رجعت ابتسمت في وشه وقلت له: يلا ربنا يجمعكم مع بعض. ابتسم وهو بيقول: يا رب يا عم طلعت. هزيت دماغي وانا بقول له: ما تستبعدش حاجة عن ربنا، كل حاجة ممكن تحصل. اللي بقولك ايه صحيح؟ قولي اخبار عفاف ايه؟ والله هي كويسة، مش بنتقابل كتير، يعني ممكن اقابلها في الاسانسير صدفة ولا حاجة. حسيت انه بدأ يلاوعني، عشان كده قلت اواجهه: طب انا كنت عايز منك خدمة. وامرني يا عم طلعت، انت عارف لو في ايدي حاجة مش هتأخر. عارف طبعا، طول عمرك خدوم من وانت لسه عيل صغير قد كده. فاكر لما كنت بتيجي زمان تقعد معايا فوق ونفضل نتفرج على الماتشات سوا؟ الا فاكر، وهي دي ايام تتنسي؟ عندك حق، ايام ما تتنسيش. اهو انا جاي لك بقى عشمان فيكوا في الايام دي. خير يا عم طلعت. انا كنت عايزك تساعدني ارجع لعفاف. قلت ايه؟ والله انا اتكلمت معاها وقت المشكله اللي حصلت بينكم،
بس هي قالت لي ما فتحهاش تاني في الموضوع ده نهائي. هي تلاقيها كانت متضايقة وقتها بس، لكن أنا متأكد إنك لو كلمتها تاني مش هتقول حاجة. عفاف بتعزك، أنا عارف وأنا كمان بعزها والله. وشي اتقلب أول ما قال كده، لكن مسكت نفسي لتاني مرة وقلت له: طب والمعزة دي بقى مش لها حق عليك؟ يعني انت عاجبك ان انا وهي نفضل بعيد عن بعض كده؟ لا طبعا مش عاجبني، بس وبيني وبينك ما تزعلش مني يا عم طلعت، انت افتريت عليها كتير. انا؟ ازاي؟ هي حكت لي انك كنت بتضربها كتير وكنت بتشتمها وبتهينها. هي قالت لك كده؟ لما كنت بحاول اهدي الامور بينكم بعد اللي حصل، قالت لي اني كنت بتعمله معاها. وبعدين من غير ما تقول لي، ما انا كنت بسمع ضربك ليها وانا قاعد في الشقه هنا. كلامه كان غيظني، كنت عايز اقوم اطبق في زمارة رقبته، لكن طلعت علبة سجايري وولعت سجارة وانا بقول له: انت مش هتعمل لنا حاجة نشربها ولا ايه؟ ارتبك وقال لي باحراج: انا اسف والله انشغلت بالكلام معاك ونسيت اسألك تشرب ايه. شاي زي زمان، احلى كوباية شاي. دخل يعمل الشاي وانا قعدت على نار مستنيه يرجع، واول ما جاب الصينية وحطها قدامي قلت له: معلش انا اسف بس ممكن طفاية؟ طبعا. راح يجيب الطفاية، وقتها حطيت له المخدر في الشاي، وبعد ما رجع وشربنا الشاي بدأ جسمه يتقل وعينيه تتقلب، وساعتها قلت له: بقى انت بقى اللي بتبعدها عني بكلامك ده؟ طب انا هخليك عبرة لأي حد يفكر يقرب منها. رد عليا بلسان تقيل: انت قصدك ايه؟ وبعدين انت بتتكلم كده ليه؟ قمت وقفت ومسكته من دراعاته، حاول يبعدني عنه وزقني في صدري. رجعت تاني ومسكته، المرة دي خربشني في وشي، مسكت ايده وضربته باللكمية، وقع على الكرسي. لفيت حواليا عشان ادور على اي حاجة اربطه بيها، بس وقتها قام وقف وكان عايز يهرب. ملقتش غير الفازة اللي كانت على الطقطوقة، مسكتها وضربته على دماغه، طب في مكانه. وطيت جنبه لقيت فيه الروح. دخلت المطبخ جبت سكينة ورجعت ونزلت بيها على ظهره، ضربة في التانية في التالتة، قطع النفس. ولما اتأكدت انه مات بدأت ألم كل حاجة في المكان. بعد كده دخلت الأوضة جوه وبحترت الحاجة وخدت الدهب عشان تبان سرقة. ووانا بنضف المكان عيني جت على الدبلة اللي في ايده، أكيد المحروسة طريقتي هي اللي جايباها له. خدت الدبلة من صباعه ولميت الحاجة ومشيت، وبس سعادتك ده كل اللي حصل. بعد اعترافه طلبت من العسكري يرجعوا الحجز. بعدها أصدرت أمر بالقبض على عمران، ولما وقف قدامي بصيت له باحتقار وبعدين سألته: ليه قلت لطلعت إن فاروق ووفاء على علاقة ببعض مع إنك عارف إن ده مش صحيح؟ سكت ثواني وبص في الأرض قبل ما يقول لي: الكلام ده ما حصلش يا بيه، أنا ما قلتش لطلعت حاجة على طريقته. متأكد؟ ايوه يا بيه. سهلة. دوست زرار المكتب، بعدها دخل العسكري فطلبت منه يجيب طلعت، واول ما دخل وقف جنبه عمران، وساعتها وجهت كلامي لطلعت وقلت له: عمران بيقولوا انه ما قالكش ان فاروق وعفاف على علاقة ببعض، ايه رأيك في الكلام ده يا طلعت؟ كداب يا فندم، هو اللي قال لي، ومش بس كده ده قال لي كمان انها تعرف ناس تانية. رد عليه عمران وقال له: أني قلت لك كده يا ضلالي؟ أيوة قلت لي كده. ابتسمت وأنا بقول لطلعت: أنت مغفل يا طلعت، عمران ضحك عليك، لأن طليقتك ما كانتش على علاقة بفاروق ولا حد تاني، طليقتك ست محترمة. بص في الأرض، وقتها وجهت كلامي لعمران، قلت له: كده ليه؟ كنت ليه عايزه يقتل فاروق؟ اتخض وبصلي بعيون مليانة خوف. لا يقتل ايه يا بيه؟ انا صحيح قلت له كده لكن ما كنتش اعرف انه هيقتله. لو كنت عارف 3 بالله العظيم ما كنت قلت له حاجه. قتل، حد الله بيني وبين القتل. امال ليه قلت له كده؟ كنت عايزه يعمل ايه؟ الحقيقه يا بيه، انا يومها كنت متخارج مع فاروق بيه وكنت زعلان منه هبابه، وطلعت جاني في الوقت ده، فمن خنجتي قلت له كلمتين العفشين دول. قلت كبيره يعني هيتعارك معاه، لكن ما جاش في بالي انه هيقتله.
وانت كنت متخانق مع فاروق ليه؟ ها؟ ايه وقعت على ودانك؟ كنت متخانق مع فاروق ليه؟ خناقة عادية يا بيه، مش حاجة كبيرة يعني. بس زي ما قلت لسعادتك، طلعت جاني وقتها، وده اللي خلاني قلت له كده. كنت متخانق معاه ليه يا عمران؟ والله ما فاكر يا بيه، الواحد اصله كبر وعجز وبقى سواعي ينسى. تمام، هتشرف معانا بقى لحد ما تفتكر. يا بيه انا عملت ايه يعني؟ حتى لو متخانق معاه على اي حاجة، ايه دخل ده بقضية القتل؟ اني ما قلتلوش يقتله. لا، ما لو الخناقة تستاهل انك تخلص من فاروق، ساعتها كلامك هيبقى تحريض على القتل يا عمران. لانك اكيد لما تقول لطلعت كلام زي ده على طليقته، عارف انه مش هيسكت. ما هو طليقها يا بيه، يبقى يخصه ايه بتكلم حد ولا مرافقة حد؟ وهو لما يخصوش حكيت له ليه؟ اهو اللي حصل وقتها يا بيه. خلاص، هتقعد معانا لحد ما نشوف سبب الخناقة بينك وبين فاروق. يا بيه انا راجل كبير ومش حمل بهدلة، خلص نفسك واتكلم. سكت عمران، وقتها طلبت من العسكري يرجع الاتنين للحجز. بعدها دخل كريم وقعد قدامي وسألني: تفتكر ايه اللي حصل بين فاروق وعمران يا فندم؟ مش عارف، بس اللي حصل حاجة كبيرة جدا. عمران راجل صعيدي، والكلام اللي قاله لطلعت في الصعيد ملوش غير حل واحد وهو القتل. وده معناه ان عمران كان قصد يوصل لطلعت الكلام ده عشان يقتل عفاف وفاروق، ومفيش حد هيكون عايز يخلص من اللي قدامه إلا لو كشف حاجة كبيرة وخايف حد يعرفها غيره، أو إن فاروق عرف حاجة وهدد عمران بيها. بالظبط كده. والسؤال هنا، إيه اللي فاروق عرفه عن عمران وهدده بيه؟ وهدده بإيه؟ أكيد مخبي حاجة كبيرة. انتوا يوم الجريمة دورتوا في الأوضة اللي عمران قاعد فيها، صح؟ أيوة يا فندم، وما لقيناش حاجة. أمال عمران مخبي إيه؟ تحب نرجع العمارة تاني ونسأل يا فندم؟ أكيد هنعمل كده، بس الأول عايزك تكشف لي على عمران. أنا متأكد إني شفته قبل كده، وطالما شفته يبقى كان في قضية من القضايا اللي مسكتها، وده ممكن يكون السر اللي بينه وبين فاروق. أوامر يا فندم، نص ساعة وكل حاجة عنه وتبقى قدام سعادتك. شكرا يا كريم. قام كريم يجيب معلومات عن عمران، وأنا قعدت أفكر في السر اللي ممكن يكون بين الاتنين. مش قادر أخمن إيه اللي ممكن يكون فاروق مسكه على عمران، ولا ممكن يكون هدده بإيه. فاروق كان شاب طيب جدا وفي حاله، يبقى إزاي هيهدد عمران؟ التهديد الوحيد اللي ممكن يهددهوله هو إنه يحبسه، لكن ما أعتقدش فاروق هيدخل في خناقة معاه. طب لو كلامي صح، يا ترى إيه اللي فاروق ممكن يحبس بيه عمران؟ قمت خرجت من المكتب في طريق للعمارة، ولما وصلت هناك طلعت على شقة عفاف. رنيت الجرس، وأول ما فتحت اتخضت لما شافتني. محسن باشا؟ خير يا فندم. خير إن شاء الله. أنا جاي أسألك إذا كان فاروق حكالك عن الخناقة اللي حصلت بينه وبين عمران. لا يا باشا، هو ما حكاليش على حاجة، بس عمران ده مش كويس. مش كويس بمعنى إيه؟ مش عارفة، بس أكتر من مرة أبقى طالعة أو نازلة من العمارة ألاقي ناس شكلها غريب واقفين قدام المدخل، ناس شكلها سوابق. وكمان لما عرف إننا هنركب كاميرات كان هيتجنن، وكان مهتم بالموضوع ده أكتر مننا إحنا السكان. ولما استغربت سؤاله كتير عن ميعاد تركيب الكاميرات، قال لي إنه بيطمن بس. وحتى لما اديت أستاذ حازم فلوس الكاميرات، هو اللي اقترح إن محدش يركب كاميرات في المدخل، واللي عايز يركب كاميرا يركبها قدام شقته. تقصدي من كلامك إن عمران مخبي حاجة في الأوضة اللي تحت؟ الله أعلم يا فندم، بس هو تصرفاته غريبة جدا. بس إحنا فتشنا الأوضة بتاعته وما لقيناش فيها حاجة. طب فتشتوا الجراج؟ الجراج؟ أيوة، في جراج تحت العمارة، بس هو مقفول بقاله كام سنة عشان المية كانت بتضرب فيه كتير، فبطلنا نستخدمه للعربيات وقفلناه، ومفاتيح الجراج مع عمران. تمام، شكرا يا أستاذ عفاف. صحيح يا أستاذ عفاف، هو أنت ليه في الأول أنكرتي إنك تعرفي فاروق من وهو صغير؟ يا فندم، أنا لما جيت العمارة هنا كان فاروق عنده 15 سنة، كنت بعامله زي ابني أو أخويا الصغير. بس لما كبر وبقى طولي مبقاش ينفع أتعامل معاه كده، خصوصا إن الفرق بينا مش كتير. ويومها خفت أقول لحضرتك حاجة فكلامي يتفسر غلط، خاصة بعد الكلام اللي قاله المخفي عمران ربنا ياخده. طبعا لو كنت قلت كده كان ممكن أتاخد في الرجلين، وأنا ماليش دعوة بأي حاجة. لكن لو عايز الحقيقة، فاروق كان شاب محترم وابن ناس،
وفعلا كنت أتمنى يبقى عندي ابن زيه. كان ساعات بيطمن عليا بالتليفون أو لما نتقابل في الأسانسير كنا بنتكلم. حاول كتير يرجعني لطلعت بس أنا اللي كنت برفض وبقول له ما يكلمنيش في الموضوع ده تاني. طلعت عذبني كتير ووراني الويل، فكان مستحيل أرجع له حتى لو أعيش العمر كله من غير راجل. مفهوم طبعا، بس في حاجة كمان عايز أسألك عليها. فهمي صاحب فاروق قال لي في التحقيق إنه شافك مرة خارجة من شقة فاروق. ما حصلش. فهمي قال كده عشان خاف أقول اللي عمله، لأنه في مرة خد رقمي من تليفون فاروق وبقى يكلمني ويعاكسني. ساعتها هزقته في التليفون وهددته إني هبلغ عنه، ونزلت تحت زعقت مع فاروق. لكن طبعا قال لي إن فهمي خد الرقم من وراه، واتخانق هو كمان مع فهمي واتصل بيه وهزقه. شكرا يا أستاذ عفاف. سبتها ونزلت قدام العمارة، ووقتها اتصلت بكريم وطلبت منه يجيب مفاتيح عمران ويجيلي على العمارة. وبعد نص ساعة تقريبا وصل كريم. خدت منه المفاتيح وقتها قال لي: عمران طلع سابق فعلا يا فندم، كان اتحكم عليه ب3 سنين في قضية سرقة في الصعيد. الكلام ده كان من حوالي 8 سنين. بصيت له وابتسمت وانا بفتكر القضية دي، وبعدين قلت له: كده مظبوط، انا فعلا كنت هناك وقتها وانا اللي حققت معاه. كان شغال هجام ساعتها وسرق أسرة محترمة، خد عربية الراجل وذهب مراته. انا افتكرت القضية دي. خلينا بقى نشوف ايه البلوة الجديدة اللي عملها وفاروق كشفها. نزلت عند الجراج وفتحت الباب. الريحة كانت بشعة جدا، ريحة عفونة ورطوبة. حطيت ايدي على مناخيري وبالايد التانية نورت كشاف الموبايل ودخلت خطوتين لجوه. بصيت حواليا وانا بقول: ازاي سايبين المنظر ده كده؟ قدامي كان في مية مجاري واكياس زبالة. لفيت حوالين نفسي في المكان وانا بدور على اي حاجة غريبة، لكن الجراج كان فاضي وما فيهوش غير المية واكياس الزبالة. بس فجأة لمحت قدامي أوضة مقفولة وبابها عليه قفل. شاورت لكريم وانا بقول له: خد المفاتيح وحاول تفتح الأوضة دي. خد مني المفاتيح وراح ناحية الأوضة وانا وراه. جرب مفاتيح كتير لحد ما لقى مفتاح منهم وفتح القفل. زقنا باب الأوضة ودخلنا. كان في لمبة مدلدلة بسلك طويل من السقف. دورت على الكوبس ولقيته على يميني، دوست عليه وقتها الأوضة نورت، ولقيت قدامي منظر مرعب. كراتين كتير جدا. قربت من كرتونة منهم وفتحتها، وزي ما توقعت الكراتين كانت مليانة مخدرات. وقتها قلت لكريم: ده السر اللي عمران كان عايز فاروق يموت عشان ما يكشفوش، ولو طلعت ما كانش قتله، كان عمران هو اللي هيقتله. اتصلت بقوة من المباحث وحرزنا كراتين المخدرات. بعدها رجعت مكتبي وبعدين جبت عمران. وقف قدامي باصص في الأرض. ابتسمت وانا بقول له: في ايه يا عمران؟ هو انا ماليش غيرك ولا ايه؟ اسيبك في الصعيد تخلص مدتك وتيجي ورايا هنا؟ أنا مش فاهم سعادتك بتتكلم عن ايه؟ هو انا ما قلتلكش مش احنا فتحنا المخزن الصغير اللي اتعامله في الجراج؟ ايه يا راجل ده كله؟ ده انت ولا منصور الحفني. المفاجأة بانت على وشه، لكن فضل باصص في الارض فكملت كلامي: عشان كده بقى كنت عايز فاروق يختفي من على وش الارض، بس قلت ما تجيش منك، فسخنت طلعت عليه وانت متأكد ان طلعت مجنون وهيقتله. أنا مش هتكلم غير لما يجي المحامي بتاعي. حقك يا عمران، حقك طبعا. خد يا ابني رجعه الحجز لحد ما يجي المحامي بتاعه. ولا تحب تتكلم دلوقتي يا عمران؟ سكت شوية وبعدين لقيته بيعيط وبيقول: أنا ما كنتش عايزه يموت، والله ما كنت عايزه يموت. هو اللي حط نفسه في مكان مش مكانه. أنا كنت بعزه وبحبه زي ولادي تمام، لكن في يوم لقيته راجع من بره بخري. شافني واقف مع العيال اللي بتوزع الشغل، سلم عليا وبعدين لقيته واقف على السلم فوق وبيتابع كلامنا. بصيت له وقلت له: في حاجة يا أستاذ فاروق؟ ها؟ لا يا عم عمران مفيش حاجة. يومها مشيت العيال وما كملتش كلامي معاهم، خفت يشم خبر بالموضوع. لكن تاني يوم لقيته نازل من فوق وخارج، ووقتها جرب مني وسألني: إلا مين الناس اللي كنت واقف معاهم امبارح دول يا عم عمران؟ ناس مين؟ الشابين اللي كانوا واقفين معاك بالليل وانا راجع. لا دول حدانا من البلد وكانوا نازلين الصعيد، عدوا عليا عشان يشوفوا هبعت حاجة للعيال ولا لا. ناس قرابيبكوا. ماشي يا عم عمران.
هديت اللعب اليومين اللي بعديهم. ما هو مادام سأل يبقى الفار لعب في عبة. وعدوا كام يوم ورجعت اشتغل تاني. بس واني خارج من الجراج ليلتها لقيته واقف على باب الجراج. اول ما شفته اتسمرت في مكاني، اتخضيت منه. خرجت بره ووقتها سألني: هو انت بتعمل ايه في الجراج تحت؟ لا مفيش، انا كنت بطمن على الوضع تحت. حاكم المجاري ضربة زي ما انت شايف. طب وليه ما نجيبش حد ينظف المكان ده؟ كده خطر على العمارة. انا هبعت على جروب العمارة واتكلم في الموضوع ده. لا تبعتيها يا بيه، انا كلمت واحد وهيجي بكرة او بعده ينظف المكاري دي وننظف الجراج ده. انا حتى اتكلمت مع المهندس حازم اننا عايزين نرجع الجراج يشتغل مرة تانية. وايه الأوضة اللي جوه دي؟ وليه مقفولة بالقفل؟ يا أستاذ فاروق ما تشغلش بالك، دي أوضة كراكيب بنلم فيها الحاجات اللي ما بنعوزهاش وبشيل فيها أي حاجة ملاش حازة. تمام. سابني يا بيه ومشي. بس أنا عجلي كان عمال يودي ويجيب. ما هو لو اتكلم والموضوع اتفتح يمكن اتفضح. هودي البضاعة دي كلها فين؟ ويشاء ربك في نفس الليلة يعدي عليا المخبى اللي اسمه طلعت، راجل مخه خربان ولاسع. قلت اهي فرصة احكي له ان طليقته ماشية مع فاروق ويتعاركوا مع بعض، وفاروق ينسى حكاية الجراج دي نهائي. ما كانش قصدي انه يقتله، انا كنت اقصد اربخهم ببعض عشان فاروق ينسى الكلام اللي شافه. والله العظيم ما كان في نيتي يقتله. بعد ما خلص عمران كلامه بصيت له باحتقار وقلت له: يعني عشان تحمي شغلك تضحي بواحد نضيف ملوش اي ذنب؟ زي ما قلت لسعادتك يا بيه، ما كانش في نيتي ان المخبل ده يقتله. طلبت من العسكري ياخده على الحجز، وبعد ما خرج من المكتب بصيت لكريم وقلت له: ايه القضية دي؟ جريمة قتل وجريمة شرف واتجار بالمخدرات. فاروق بيساعدنا حتى وهو ميت. قضية غريبة فعلا يا فندم. الحمد لله انها خلصت وعرفنا نجيب حق الشاب المسكين ده، وقدرنا كمان نقبض على عمران والمجتمع يرتاح منه للأبد. وهي وفاء اتجوزت حكيم، وفهمي عرف ان اللي بيعمله دين في رقبته وكان لازم يتردله، وتاب اخيرا عن مطاردة السدات النظيفة. الحمد لله يا فندم. بعد اعترافه تحول طلعت للمحكمة واللي حكمت بإعدامه. أما عمران فاتحاكم على تهمتين: تهمة إتجار بالمخدرات وتهمة التحريض على القتل، ومش هيشوف النور مرة تانية. في النهاية ورغم حزني على فاروق واللي حصل له، لكن كنت مبسوط إني قدرت أرجع حقه من اللي قتله. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا. بشكر جدا شادي اسماعيل على كتابتها، وبشكركم انتوا كمان انكم وصلتوا معانا لحد هنا. لو القصة عجبتكم اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد دايما. واستنونا في فيديو جديد وحكاية جديدة من حكاوي الليل.